اخبار ناريه ناريه البرشلونه. قبل ما اقول لك الاخبار لايك وشير وعاده نشر حتى اقول لك الاخبار اللي قاعده تصير في نادي برشلونه. واول خبر يا اخواني ايش هو؟ بالدي يا اخوان. يعني اليوم بالدي في التدريبات بنصاب يا اخوان في الركبه وبغيب عن برشلونه من 3 اسابيع ل4 اسابيع. يعني يا اخوان دعوات عبود البرشلونه يا اخوان استجابها. يعني شو؟ مارتن ابو ذنين بده يجي يا معلم محل مين؟ بالدي. ومش بس هيك يا عزيز البرشلوني، بيطلع مين؟ رئيس الويفا يا اخوان وبنفي اللي حكى لابورت. والمشكله انه هانز فليك جهز اللائحه وجهز الاسماء وبعتوا اللائحه لمين؟ لجماعه الويفا. مشان ايش؟ الشامبيون ليج. يعني انا مش فاهم. جماعة الويفا على الاتحاد الاسباني على جماعة اندية اسبانيا على جماعة كل يوم والثاني طالعين لي بنقريرة، ارحمونا. يعني طفح الكيل، بدنا خبر زي الخلق لبرشلونه. ومش بس هيك اكمل لك اياها، حتى يا اخوان الاسطوره السابقه اللي كان في نادي برشلونه تيتي، تخيل انت تيتي بنصاب اليوم يا اخوان اصابه كارثيه، واحتمال انه يعتزل عالم كره القدم بعمر ال 31 سنه. اتركك برشلونه تروح بدون ما اجيب لك خبر حلو؟ لا، هنالك خبر حلو. تعال. تلقى ناديين سعوديين محترفين عرضا ب 100 مليون يورو لضم مين؟ لاعب برشلونه ليفاندوسكي. يا رب السلام، يا رب تجينا فلوس، يا رب تجينا فلوس. خلينا احنا نقدر نعمل اللائحه زي ما بدنا ونسجل زي ما بدنا ونسوي كل شيء بدنا اياه. ازهقنا، هرمنا.